اتضح إنه العرب ما عرب والأفارقة ما أفارقة. نعم، العرب الآن مستعربين ليس إلا، يعني ما عرب حقيقيين، مستعربين، كانوا عندهم لغة غير اللغة العربية. الأفارقة هو ما عندنا جد اسمه أفري ولا أفريقي ولا أي حاجة. المهم كلمة أفري هي رومانية الأصل، بتعني الغريب. كلمة أفريكانو بتعني الغريب، يعني ما عندها علاقة بيننا نحن، لا هي مسمى اطلقوا لها الناس اللي بيمشوا كان روما وكده. والمهم الجنجو هسي بمصطلح الأسرى الحالي ده اسمهم الجنجو. لكن هنا لما نجي نرجع للوراء بنلقى في قضية، أنا ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عربي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم مستعرب وليس عربيا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نرجع ورا بنلقى جده عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم، يعني شقيق إسحاق عليه السلام، أبو يعقوب عليه السلام اللي هو والد يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. ولغة أهل كنعان لأنه كنعاني، لغة أهل كنعان اللغة العبرانية ما العربية. نعم، فهنا عشان كده بنلقى يعني زي هسي في السودان يقول لك ديل عندهم لغة يعني لغة الأم بتاعته ليست العربية، إنما عنده لغة زيه، يعني زي هسي الآن القبائل الراطنة عندنا في السودان عندهم اللغات الأم، فعنده لغة هي العبرية. لكن لما نشأ من بين هؤلاء القوم وهو يتحدث العربية، القبائل العربية، فصار عربيا بالتعريب، يعني استعرب.